بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة وبهنا كده. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة كده، وكل يوم والناس كلها طيبة وبخير وكل حاجة. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا كده فيديو يمكن في ناس كتير بتحبه. هنقضي كده يومنا على السطح، هنشوف هنعمل ايه على السطح، وهنخبز بقى عيش وشوف المرار اللي حصل لي النهارده. بصوا مش عارفه بعمل في نفسي كده ليه والله. الاول قبل ما نبدا الفيديو بامنكم امانه كده ندعي لاخواتنا في فلسطين، مش عايزين ننساهم يا جماعه. احنا بنفرح وبنروح افراح وبنروح اعياد ميلاد وبنحتفل وبناكل وبنشرب، ويعني عايشين حياتنا 24 قرار. بس بالله عليكم ما ننساهمش، لان هم يعني هم تحت مستوى الحياة بمراحل. يعني اللي هم فيه مش حياة يعني. مش عارفة اقول ايه يعني بجد. لو محدش يقدر يستحمل اللي هم فيه والله العظيم. ولا امان ولا مكان ولا اربع حيطان حتى يستخبوا فيه، ولا امان في اي حتة، ولا حتى ملجأ يهربوا يروحوا له. يعني هم ما لهمش غير ربنا. ف... فبالله عليكم ما ننساهمش من حياتنا كده وللاسف احنا لما بنعتاد بنشوف المناظر اللي بنشوفها على النت وكلام من ده، خلاص عينينا خدت على كده، فبنحس ان الموضوع بقى شيء عادي. لا مش عادي. يعني ربنا كرم البني ادم، وربنا حتى حرم ان احنا نأذي حيوان من غير سبب وكده، فبالكم ما يكون بني ادم وبتعمل فيه اللي بيتعمل دوت. يعني مش عارفه بصراحه. بجد والله العظيم الواحد بتبقى نفسيته تعبانه. اما ما بحبش عدت ان انا اصور فيديوهات، ولا ان انا يعني ازاي يعني نقدر نصور وناكل ونشرب ونعيش ونروح افراح ونروح كده واخواتنا في اللي هما فيه يعني. مش عارفة بصراحة. الله المستعان. بس لعل ممكن حد يكون، حد كده من اللي بيشوفوا الفيديو مثلا قريب لربنا من اي حد فينا، يمكن دعوته تكون مستجابة مثلا. ربنا بس يخف عنهم اللي هم فيه، وهم ناس ناس اقرب لربنا مننا كلنا سبحان الله، وايمانهم قوي جدا جدا رغم اللي بيحصل لهم ده كله. مش بيعترضين ابدا على امر ربنا، بالعكس ده هم اقوى مما تخيلوا يعني. يعني الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم يا رب. المهم بقى ايه، نبدأ كده الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا ايه. انا دخلت بقى الفيديو زي ما انتوا شفتوني كده طالعه على السلم كأني طالعه حارب. واخده عدة الشغل كده وطالعه. خدت المقشه، السطح بتاعنا دوت عايز يتكنس بقاله شويه بصراحه، فانا بكسل عنه وكسل وقله فضا والله العظيم. هو مش في حاجات كتير ولا دربكه كتير ولا كلام من ده، بس انتوا عارفين هو سطح بقى واحنا في ارياف، فدايما تراب بقى وورق وعفش وحاجات من دي. فانا قلت بقى ايه النهارده يعني فرصه هنطلع نخبز النهارده على الفرن اللي هو التن ده. ف... فقلت بقى نروق بس الحته كده نعرف نقعد وكده يعني. فمسكت بقى المقشه كده وكنست الدنيا حلو كده وظبطت الدنيا وشلت الكنبه وشلت كل حاجه. شوفوا انا قاعده بصوا غضب الله على وشي، والله العظيم غضب الله على وشي من اللي بيحصل لي النهارده. انا من اول ما بدات وقلت يا ها نبدا ولحد ما خلصت ونزلت وانا بدعي على نفسي، انا ايه اللي عملته في نفسي ده يا ربي؟ انا بعمل في نفسي كده ليه؟ انا بعمل في نفسي كده ليه؟ مش عارفه. العيال لطموني حرفيا، لطموني والله العظيم. كل واحده عايزه هي اللي تعمل حاجه بايديها، ولو التانية كلمتها تقوم ماسكه فيهم. يعني مش عارفه العيال دول بيعملوا في نفسهم كده ليه وفيا كده ليه والله بجد. هي العيال كلها كده؟ انا بتهيالي انا ما شفتش كده بصراحه يعني مش عارفه. ربنا يخلي هم كلهم بقى ايه مع بعض كده وسنهم قريب لبعض يعني. فما تفهموش بقى بيعملوا في نفسهم وفيا كده ليه. ده كله كوم، ونعناع بقى دي الوحيدة كوم تاني خالص يعني. ما شاء الله نعناع دي تعدت الحدود وتعدت كل حاجة يعني. عايزة هي تعمل كل حاجة بإيديها، وهي تمسك كل حاجة وتعمل مكاني، وعايزة تقعد قدامها على الفرن وتعمل كل حاجة يعني. المهم الله المستعان. كنت انا خابزه عيش. انا بقالي فتره كل ما بعمل كماج، اللي هو الكماج اللي هو بيبقى بلبن وبسمنه وكده، وبعمله على نفسي. وعلى فكره الكماج الناس كلها ايه، انتوا عارفين الكماج بيتعمل ازاي. بنحطه كده على قماش، واللي هو ايه بنسيبه يرفع كده. انا ما عدتش بعمله بالطريقه دي خالص، انا بس بنعمله على طول بنبططه ونسيبه دقيقتين كده، وبعد كده نحطه في الفرن كانك سايباه عادي يرفع عادي خالص يعني. مش عارفه انا ما صورتوش يعني، مش عارفه ما بصورش بتهيألي الحاجات دي ما صورتهاش من زمان. بس انا بقالي فتره كل ما بعمل كيماك، فقلت النهارده نغير ونعمل العيش العادي خالص ده اللي هو بالمكن العادي ده. شوفوا بقى انا بعمل ايه، انا قايمه بكذا دور بقى بجد يعني. انا الله المستعان. يارا كانت في الامتحانات بتاعتها فانا مش عايزه اشغلها، فكانت ياسمين اللي بتعمل معايا، ويومنا قاعده غيظاني حلفت عليها لا نازله، قلت لها انزلي تحت ما عدتش تقعدي معايا هنا. فالمهم ايه احسن اريح لي يعني يومنا بالذات طول ما هي مش موجوده معايا، فانا مرتاحه شويه يعني نوعا ما. شوف بسم الله ما شاء الله العيش بسم الله ما شاء الله كان بيقب ازاي وكان حلو ازاي، بس ما كانش مخدوم صح بجد. يعني كانت لبخه
وبعمل على المكنه، واعمل انا قدام الفرن، ويعني الحمد لله. بس عايزه اقول لكم بجد والله العظيم، الناس بقى اللي بتحب المعجنات والعيش والحاجات دي زي حالاتي كده، هي اللي تعرف انا بتكلم في ايه. يعني كله في ده ان يبقى فيه لقمه عيش نظيفه في البيت تتاكل. اقسم بالله انا العيش اللي بنجيبه من الفرن، نفسي دايما وجعاني منه. يعني هو نعمه ربنا وكل حاجه، شوف نعناع طالعه لي في كل حاجه. بس مش حلو يا جماعه، بيبقى ساعات جاي ريحته مش حلوه. شوفوا العيش طالع من الفرن عامل ازاي. فبالكوا بقى لو في ناس بقى كويسه بقى متعلمه الخبيث صح وتعمل عليا وابقى انا قاعده قدام الفرن مرتاحه. انا قاعده قدام الفرن بس مش مرتاحه خالص. ليه؟ لان انا بعمل على المكنه وباخد من ورا ياسمين برضو بفرد وراها العيش شويه وكده. فاللي هو برضو بعمل كذا حاجه فكده يعني. الفرن الطين بقى يعني بجد فايتكم كتير يا اللي ما عندكوش فرن طين، والله العظيم فايتكم كتير قوي. عملت بقى ايه؟ عيش. عملت عيش، اللهم صل على النبي. عملت عيش من اللي هو الطويل ده اللي هو بيبقى في المكنه. وبعد كده عملت ابابير، وانتوا عارفين الابابير ده انا قلت لكم عليها قبل كده. وعملت بقى اللي هو بزيت. تمام. احنا بنحب اللي بزيت ده، انا كترت منه شويه لان العيال بيحبوه. حتى لما بيبرد ونحطه في التلاجة وكده، تطلعيه بس كده تسخنيه على البوتاجاز بس كده على هبو النار كده، ما شاء الله كأنك لسه خابزاه دلوقتي. وقلت بقى نغتنم الفرصة نعمل ايه، قمت عامله لهم صينية مدور. يعني قلت بقى الفرن والع في حرام يعني النار دي. يعني هسيب الفرن وهنزل النار دي كلها تنزل في الفاضي. فقلت لا. كان عندي شوية لبن، قمت جايه خلطة شوية رز قبل ما اطلع على السطح، وقمت سايبهم في اللبن. وعبال ما خلصت بقى خليت ايه يارا جابتهولي وكده اهو. اللهم صل على النبي. رغم ان انا كنت في اليوم ده انا طبخه حاجه تانية خالص، بس انا قلت ايه، يعني اللي ياكل من ده ياكل، واللي ياكل من ده ياكل، يعني كل واحد بقى براحته. جربوا يا جماعه كده واخبزوا في البيت، وجربوا واعملوا حاجات حلوه من دي في البيت. وبجد يعني البيت اللي بيبقى فيه خبيز وريحه الخبيز وعيش، عيش من دوت. والله انتوا لو جربتوا العيش اللي بيتخبز في البيت ده، حتى لو هتعمليه على البوتاجاز، على نار البوتاجاز من فوق، على اي حاجه، بصوا مش هتبصوا للعيش اللي انتوا بتجيبوه من بره ده خالص. حاجه كده نظافه، وحاجه انت تعبانه فيها وعاملاها بتعب وعاملاها بحب وكده، فبيبقى لها طعم تاني. انا بالنسبه لي كده يعني. محبش انا الحاجه السهله اللي اجيبها بسهوله كده. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم كده، يلا اسيبكم بالف سلامه.